واحد بعت لي سؤال: هو طبيعي لما اطلب من شركة برمجة نسخة اي بي كي من التطبيق عشان اجربه يقولوا لي مفيش نسخة غير لما تدفع كل الفلوس اللي في العقد؟ يعني ادفع كل الفلوس عشان اشوف التطبيق لاول مرة؟ طب لو ما كانش زي ما انا عايز هعمل ايه؟ انت اكيد حسيت ان في حاجة غلط. هو ده طبيعي ان ما اشوفش شغلي قبل ما ادفع كل الفلوس؟ الحقيقة الموضوع اعمق من كده بكتير، لا هو صح ولا هو غلط، لا هو ابيض ولا هو اسود. السبب الحقيقي مش في الحماية، ده هروب. مش كل الشركات بتاعت البرمجة بترفض من منطلق الحماية الخاصة بالمشروع اللي اشتغلت عليه. شركات كتير بتستخدم باقي المبلغ كورقة الضغط عشان تنهي المشروع بشكل سريع من غير ما تاخد التعديلات والمراجعات في اعتباراتها. هم عارفين انك لما هتشوف التطبيق هتلاقي مشاكل وهتطلب تعديلات، ومعظمهم مش جاهز للشغل ده. السبب التاني ان الكود نفسه مش احترافي. معظم الشركات اللي بترفض تديك الاي بي كي للمعاينه مش خايفه على اسرار الكود، لا، في الحقيقه عشان الكود نفسه والتطبيق نفسه تم تنفيذه بشكل غير احترافي. في اغلب الاحيان بيكون البرمجه مش مظبوطه او كود مسروق. شركات كتيره بتقص وتلزق كود من مصادر عامه وتخاف العميل يكتشف ده. الهندسه العكسيه اللي بيخوفوك منها دي، لو التطبيق متبرمج صح مفيش خوف منها اصلا. السبب الثالث التأخير والمماطلة. كتير من الشركات بتستخدم الدفعة الأخيرة عشان تعوض تأخيرها وتماطلها طول المشروع. في معظم المشاريع بيحصل تأخير بسبب سوء الإدارة من الشركة، وبعدين يضغطوا على العميل في الآخر: نسلمك وأنت تدفع من غير ما نعمل لك أي تعديلات. الشركات هنا بتتعمد تخلي المرحلة النهائية صعبة عشان العميل يوافق على أي حاجة ويدفع وبس. للأسف الواقع في السوق بتاعنا سيء جدا، والنموذج اللي فيه مش كويس. النموذج اللي المفترض من مراحل التسليم والدفع المتوازن ده موجود بنسبة من 10-20% بس في أغلب المشاريع. أغلب العملاء سبقوا واتضحكوا عليهم من الشركات، وأغلب الشركات هم كمان اتضحك عليهم من العملاء. ده واقع السوق البرمجة عندنا للأسف. في معظم الأحيان الطرفين دخلوا المشروع بنوايا مختلفة: شركة عايزة تقلل الشغل وتاخد أكبر مبلغ، وعميل عايز يضيف طلبات أكتر من المتفق عليها. المشكلة التانية هو إن المعرفة التقنية مش موجودة. أنت كعميل مش هتعرف تميز ما بين كود محترم وكود سيء، وده بيستغله كتير من الشركات. في الواقع معظم المشروعات بتتنفذ بأقل جهد وأسرع وقت مش بأعلى جودة. عشان كده شركات كتير مش عايزة تديك الاي بي كي للمعاينة، لأنك لو استخدمته هتكتشف مشاكله وهتعرف إنه برمجة سيئة، وبالتالي مش هتدفع المبلغ اللي باقي. طب الحل العملي إيه؟ أول حل هو وجود وسيط تقني محايد. لو المبلغ كبير الحل الأمثل هو وسيط تقني مستقل، وده بيكون مبرمج محترف بتتفق أنت والشركة عليه. الوسيط ده بيراجع الكود، بيتأكد من جودته، وبيشهد إن التسليم تم زي ما متفق عليه. كتير من المشاكل بتكون عشان العميل مش فاهم التقنيات، والشركات بتستغل الثغرة دي. الحل التاني عقود أكتر تفصيلا، مش مجرد ابلكيشن بكذا فيتشر، لأ، وصف تفصيلي لكل فيتشر: شكله ايه، بيعمل ايه، وايه حدوده، وكمان تعريف واضح لاجراءات التسليم والاختبار، والتعديلات المسموح بها مجانا، وايه اللي هيعتبر اضافة خارج العقد. عشان كده في مثل مشهور بيقول ايه: اللي معاه قلم مش بيتوه ابدا، لانه فعلا التوثيق هو الحل الاكيد للمشاكل من الطرفين. الحل الثالث الاختبارات الدورية الالزامية. ما ينفعش تستنى 3 شهور عشان تشوف الشغل لأول مرة، ده خطأ كبير. لازم تكون في مراحل واضحة من 2 ل3 أسابيع كل مرحلة، وفي نهاية كل مرحلة في تسليم جزئي واختبار. لو الشركة رفضت ده من البداية اعتبر دي علامة تحذير كبيرة. الخلاصة من واقع السوق: مفيش أبيض وأسود في السوق بتاعنا. الشركات مش ملايكة والعملاء مش كاملين. حقك الطبيعي تشوف شغلك قبل ما تدفع آخر دفعة، والشركة المحترمة عمرها ما هترفض تخليك تشوف الشغل. لكن طبعا مش تاخد السورس كود بالكامل قبل ما تدفع كل الفلوس. الأهم في كل ده هي البداية الصح، هي اللي بتحدد النهاية الصح. اتفاق واضح، توقعات واضحة، وعملية واضحة من أول يوم. وما تنساش تشوف التطبيق شغال، ده حقك، بس تاخد الكود كامل قبل ما تدفع ده مش حق.